بيبدأ الفيلم ببنت اسمها كلاري وبتبقى عايشة مع مامتها، وبتلاحظ مامتها إنها بترسم رمز معين وبتكون مستغربة، وبتوري الرمز لإيريك صاحبها وبيستغرب هو كمان. وبعدين بتروح كلاري علشان تقابل سايمون صاحبها على أساس إنهم رايحين مسرحية شعر، بس وهم راجعين بتلاقي كلاري الرمز اللي هي بترسمه مرسوم على بار، فبتقول لسايمون إنهم يدخلوا البار يمكن تعرف قصة الرمز ده إيه. بس سايمون أصلا مش بيكون شايف الرمز اللي هي بتشاور عليه، ولما بيدخلوا بيروح سايمون علشان يجيب لهم حاجة يشربوها، وبتشوف كلاري واحد بيتخلص من واحدة في البار، والغريب إن هي بس اللي بتكون شايفة الحادثة دي، والباقي بيرقص وبيغني عادي. حتى لما بتصرخ كلاري الكل بيستغربها، فبياخدها سايمون وبيخرجوا من البار على طول علشان تهدى. ولما بتصحى كلاري تاني يوم بتلاقي غرفتها كلها رسومات لنفس الرمز اللي بترسمه، وما بتبقاش فاكرة هي رسمت كل ده امتى. فبتاخد كلاري الرسومات وبتروح عشان توريها لسايمون، وبتبقى مامتها عايزة تتكلم معاها عشان تقولها على قصة الرسومات والرمز اللي هي على طول بترسمه. بس كلاري بتقولها إنها مستعجلة وبتمشي، وبتقعد كلاري مع سايمون في كافيه وبتوريله الرسومات، وبتشوف كلاري جايس الشخص اللي كان بيخلص على واحدة في البار، وبتخاف لما بتشوفه، بس بتستجمع شجاعتها وبتروح تتكلم معاه، وبتوريله الرسومات وبتقوله إنها مش فاهمة هي بترسم الرمز ده ليه. فبيقولها إن حتى لو قالها هي مش هتفهم حاجة. وبيكون في الوقت ده في 2 اتهجموا على مامتها في البيت، وبيكونوا عايزين ياخدوا منها كاس معين، بس مامتها بتقدر تهرب منهم وبتدخل أوضة وبتفضل تتصل بكلاري. وفي الأول كلاري مش بترد عليها، بس من كتر الرن بتزهق وبترد، وبتسمع صوت دوشة جاي من ورا مامتها، وبتقول لها مامتها تروح لإيريك وتقول له إن فالنتاين طلع عايش، وبتقول لها إنها بتحبها وبتقفل. وبتشرب مامتها مادة وبتقول للراجل إنه يقول لفالنتاين إنه مش هيلاقي اللي هو عايزه. وبتفضل كلاري تجري علشان توصل لمامتها بسرعة، وبتكون هتعمل كذا حادثة وهي رايحة. وعقبال ما كلاري بترجع البيت بتكون مامتها اختفت والشقة كلها متكسرة، وبيكون في وحش هيخلص على كلاري، بس جيس بينقذها وبيخلص على الوحش، وبيقول لها جيس إن الشخص ده كان شيطان، وإن اللي شافتها في البار كانت شيطان برضه، وهو ساقط شياطين ومهمته إنه يخلص عليهم لو لقاهم. وبيقول لها ما تثقش في حد خالص مهما كان مين. وبعدين بينزلوا عند جارتهم اللي تحت وبتسألها لو كانت تعرف حاجة عن مكان مامتها، فبتطلع لها كروت وبتقول لها تمشي إيديها عليهم. ولما بتعمل كده كلاري بينجذب لإيديها كارت معين مرسوم فيه كاس، وبتقول لها جارتها إن ده كاس الفناء، وبتعرفها إن مامتها كانت صائدة أشباح زي جايس، بس كلاري ما بتبقاش عارفة وبتكون فاكرة إن مامتها رسامة بس. ولما بتطلع كلاري شقتهم تاني بتلاقي سايمون موجود، وبتقوله إن مامتها اختفت وإن في واحد اسمه جايس بيساعدها، وبتكون فاكرة إن سايمون مش شايفه لأن صائدي الأشباح مش أي حد بيكون شايفهم، بس سايمون بيكون شايفه عادي. وبعد كده بيروحوا لإيريك علشان تقوله زي ما مامتها قالت، وبيسيبوا سايمون بره علشان يراقب المكان. ولما بيدخلوا بيلاقوا إن إيريك عنده ناس رابطينه وبيحاولوا يعرفوا منه مكان الكاس، وبيهددوه إنهم هيخلصوا على كلاري لو ما قالش مكانه. فبيقول لهم إنه ما يعرفش مكان الكاس، وإنه أصلا كان بيتقرب من كلاري ومامتها علشان يوصل للكاس مش أكتر، بس برضه معرفش طريقه. وبتتصدم كلاري من كلامه لأنهم بيعتبروه واحد من العيلة، ولما بتيجي ترجع بظهرها بتوقع حاجات فبتعمل دوشة، فبيعرفوا إن في حد في المكان غيرهم. بس جايس بيساعدها إنها تخرج وبيخلص على الناس اللي موجودة. ولما بيكونوا هيخرجوا بيكون في عربية بوليس واقفة، وبيبقى سايمون عاوز يبلغ إنهم خاطفين كلاري جوه، بس ما بيكونوش بوليس ولا حاجة وبيكونوا برضو شياطين. ولما بيشوفهم جايس بيعرف إنهم شياطين وبيخلص عليهم، وبعد كده بيمشوا. وبياخد جايس كلاري وسايمون وبيوديهم بيت صائدي الأشباح، وبيغمى على كلاري أول ما بتدخل من التعب. ولما بتفوق بتلاقي فيه علامة على إيديها، وبتكون علامة خاصة بصائدي الأشباح. وبعد كده بتروح كلاري تقابل هودج رئيس صائدي الأشباح، وبتلاقي فيه ألبوم صور وفيه صور لمامتها. وبعدين بيقعد يتكلم معاها هودج وبيقول لها إن الإنسان بيكون صائد أشباح في حالتين، إن الصفة دي بتتورث من الأمهات والأجداد على طول، وبكده بتكون كلاري كمان من صائدي الأشباح لأن مامتها كانت منهم. والحالة التانية إن الإنسان يشرب من كاس زي اللي مامتها مخبياه وبيتحول على طول بعدها. وبيقول لها إن كان في واحد اسمه فالنتاين كان عايز يستغل الكاس
الكاس عشان يسيطر على العالم، وحقن نفسه بدم الشياطين علشان يقدر يواجههم. ووقتها مامتها سرقت منه الكاس وهربت، وبيقول لها إن ممكن تكون مامتها قالت لها مكان الكاس بطريقة غير مباشرة وهي مش عارفة. فبياخدها جيس لمقبرة صائدي الأشباح، وهناك بيكون في كذا واحد من المشعوذين وبيعملوا تعويذة علشان تفتكر ذكرياتها مع مامتها. وبتفتكر كلاري كذا حاجة وطفولتها، بس بتقع على الأرض وبيغمى عليها، وإيديها بتكتب لوحدها اسم بيان. ولما بيفوقها جايس بيقول لها إن ده واحد من المشعوذين الكبار ولازم يستعدوا كويس قبل ما يروحوا يقابلوه. وبيروحوا يستعدوا فعلا، وبياخدوا معاهم سايمون وهم رايحين. وبتتكلم كلاري مع بيان وبيقول لها إنها علشان توصل لمامتها لازم توصل للكاس الأول، وبيعرفها إن مامتها كل اللي كانت بتعمله علشان هي تكون في أمان مش أكتر. وبعدين بيروح لها جيس وبيقول لها إن مصاصين الدماء خطفوا سايمون، وعلى طول بيروحوا الكنيسة وبياخدوا أسلحة. وبيدي جيس لكلاري سلاح تخليه معاها عشان لو تعرض لها واحد من مصاصين الدماء. وبيروحوا بيت مصاصين الدماء وبيلاقوا سايمون متعلق، فبينزلوه وبيفضل يقول لهم يهربوا لأنهم مش عايزينه، لكن هم عايزين كلاري بس بينقذوه. بيفضلوا يحاربوا مصاصين الدماء، وبتخلص كلاري على واحد منهم بالسلاح اللي معاها وبيخلصوا عليهم وبيخرجوا من البيت. وتاني يوم الصبح لما بيصحى سايمون بتكون كلاري قاعدة جنبه ترسم جايس لأنها بتكون معجبة بيه، وبيبقى سايمون شايف من غير النضارة بتاعته مش زي الأول. وبيقول لكلاري، وبعدين بتلاقي كلاري عضت مصاص دماء على كتفه، وبيكون ده السبب اللي مخلي سايمون شايف أحسن من الأول. وبعدين بتروح كلاري تتكلم مع جيس وبيعرفها على البيت، وكمان بيوريها بوابة من المية وبيقول لها إنها لو عدت البوابة دي هتنتقل لعالم تاني ومكان تاني. وبتبقى كلاري عاوزة تعدي منها علشان تروح لمامتها، فبيقول لها جيس إنها لازم تتدرب كويس وما ينفعش تجازف من غير ما يكونوا واخدين احتياطاتهم كويس. وبتروح كلاري تقرا التعويذ اللي في الكتب وترسم الرموز، وبتكون بتشرب قهوة وبتحط الفنجان على الورق، ولما بتيجي تمسكه مش بتعرف لأنه بيكون دخل جوه الورق وبقى كأنه رسمة في الورقة. وبتبقى كلاري مستغربة، وبتلاقي إنها قادرة تدخل إيديها في الورق وتطلع الفنجان وتقدر تدخله تاني. وبتكون مستغربة القدرة الخارقة اللي عندها. وبيكون هادك شايفها وبيقول لها إن مامتها بس اللي كانت بتملك القوة دي، وإنها بكده هتبدأ تستعيد ذكرياتها. فبتروح كلاري على طول لجيس وبتقوله إنها عرفت مامتها خبت الكاس فين، وبتاخده وبيروحوا لجارتهم وبتخليها تطلع الكروت. وبتاخد كلاري الكارت اللي مرسوم عليه الكاس وبتمد إيديها جواه وبتطلع الكاس. ولما بتشوفه جارتهم بتتحول وبتكون أصلا من الشياطين، وبيخرج وحش من جواها وبتضربهم وبتاخد منهم الكاس وبتقفل عليهم الباب وبتخرج علشان تهرب، بس بتخرج في هيئة إنسان عادي. وبيشوفها سايمون وبيسألها على كلاري، فبتشوفه كلاري من الشباك وبتشاورله وبتقوله إنها تبعهم ومعاها الكاس. فبيضربها سايمون وبيخرج جيس يخلص عليها، وبتاخد منها كلاري الكاس وبيرجعوا بيت صائدي الأشباح. وبتدي كلاري لهودج الكاس، بس هودج بيطلع خاين وبيفتح البوابة لفالنتاين. ولما بيشوف فالنتاين الكاس بيكون هيتجنن وبيعور نفسه وبيحط الدم في الكاس عشان يتأكد إنه حقيقي. وبيقول لكلاري إنها بنته ودمه بيمشي في عروقها، وبيكون عايزها تشرب من الكاس بس هي بترفض. وبتاخد منه الكاس وبتحطه في الكارت على طول وبتجري تدخل البوابة. وبيكون في اعتقادها إنها هتروح لمامتها، بس البوابة بتوديها مكان تاني وبيكون في وحش هيخلص عليها. فبيخرج إيريك وبينقذها، وبتبقى كلاري مستغربة إزاي وصلت لإيريك. وبياخدها إيريك مكانه وبيقول لها إن البوابة جابتها عنده لأنها بتفكر فيه وإنه كان بيحميها دايما، والكلام اللي هي سمعته كان قايله علشان خايفة عليها وعايز يحميها مش أكتر. وبتسأله لو كان فالنتاين باباها فعلا، فبيقول لها إنه باباها، بس مامتها هربت منه معاها الكاس لما حصل حرب، وهو عشان يعرف العالم إنه مات حرق بيته. ووقتها لقوا بقايا جثة رجل وطفل، وبيقول لها إن الطفل ده كان أخوها وإنها كان عندها أخ بس توفى، ومش بيكون أخوها توفى ولا حاجة. وبيطلع جيس هو أخوها، وبيروح لفالنتاين وبيقول له إن باباه بيأكد له كلامه وإن كلاري أخته أصلا. فبيتضايق جيس لأنه أصلا بيحبها، وبياخد إيريك صحابه المستذئبين وكلاري وبيروحوا بيت الشياطين عشان يجيبوا مامتها.
وبيكون هناك سايمون وجيس وصحابه وبيفضلوا يحاربوا الشياطين بس مش بيقدروا عليهم. فبتعمل كلاري تعويذة بإيدها وبتقدر توقف الشياطين، وبتروح كلاري لفالنتاين وبتقوله إنه مش باباها لأنه ما يعرفش عنها حاجة ولا كان عارف مكان الكاس. وبعدين بتزقه كلاري في البوابة وبيكون فالنتاين عايز ياخدها معاه جوه البوابة، بس جيس بيلحقها وبيخلي المية تتلج لحد ما بينقذ كلاري. وتاني يوم بتصحى كلاري وبتكون قاعدة جنب مامتها في المستشفى، وبتبقى مامتها دخلت غيبوبة والدكاترة مش عارفين يوصلوا للسبب ولا المادة اللي هي شربتها. وبيقول سايمون لكلاري إنها تروح ترتاح شوية وهو هيقعد مع مامتها، وبيمسك إيديها وبيقول لها إنه بيحبها. وبتروح كلاري البيت وبتبدأ تنظمه بقوتها الخارقة. وبعدين بيجيلها جيس وبيقول لها إنه محتاجها معاه ومحتاج قدرتها الخارقة. وبتبقى كلاري مترددة في الأول بس بتروح وراه وبتقوله إنها هتيجي معاه بما إنه محتاجها. وبتمشي كلاري مع جيس وبيكون معاها الكارت اللي فيه الكاس، فبيقول لها جيس إنها لازم تخليه في مكان آمن. وبكده بيكونوا هيبدأوا رحلتهم سوا في صيد الأشباح والتخلص من الشياطين. ولغاية هنا بيخلص فيلمنا النهاردة. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد، وما تنسوش تشتركوا في قناتنا التانية إياد عبد المنصف اللي بنلخص فيها أفلام. سلام.